أسرع رد فعل ممكن ترد بيه على المواقف المحرجة. إزاي يبقى عندك رد فعل سريع على أي موقف محرج يحصل لك من غير ما تقعد تفكر وتتلخبط؟ هيجيلك الرد كده. إيه؟ كده. دلوقتي لما أي شخص بيضايقك اللي بيخليك تتلخبط وما تعرفش ترد هو إنك بتقعد تدور على أقصى رد ممكن عشان تقصف بيه جبهته بأعلى حاجة ممكنة، فهو ده اللي بيخلي كل الردود تطير من دماغك، فالوقت بيكون راح وانت ما ردتش او رديت باي كلام. فالموضوع كله محتاج بس تركايه. دلوقتي الشخص ده اكيد هيكون بيوجه لك حاجه، يا اما بيوجه لك انتقاد في شكلك، يا اما في اسلوبك، يا اما في تصرفاتك. انت في كل الافعال بدل ما التهمه تكون بتتوجه لك انت هتاخدها وتوجهها له هو. فانت في ثانيه واحده ومن غير ما تحتاج لاي تفكير هتقلب الترابيزه عليه، فهو اللي هيدور ازاي يدافع عن نفسه بدل ما كنت انت اللي بتدور ازاي تدافع عن نفسك. يعني مثلا لما حد يقولك انت ما بتفهمش، ساعتها اقول له كان لسه في موقف امبارح اسهل من كده وانت مش فاهمه، فانت ليه ما بتفهمش الحاجات السهله دي؟ او اقول له هو انت ليه مش مفهمني صح؟ انا ساعات بحس ان انت جاهل كده او مش قادر ان انت يوصلك المعلومه عشان اصلا تفهمهاني. انا دلوقتي ما عملتش حاجه، انا جبت نفس الكلمه اللي هو بيقولها وقلتها له، لا فكرت ولا قعدت اعمل اي حاجه، هي نفس الكلمه بالظبط، فما تعبتش نفسي في التفكير ورديتها له وقلبت عليه الترابيزه. المهم ان انت تجيب المشكله فيه، توجه له هو التهمه عشان هو اللي يدور ان هو يدافع عن نفسه. لما حد يقولك ايه الموقف اللي انت عملته ده، بالذات لما ما يكونش ليه دعوه بحاجه ولا ليه دعوه ان هو يتدخل، ساعتها جيبها فيه هو. قول له ما انا عملت كده بسببك، ما انا عملت كده عشان انت كنت عملت كده امبارح، فانت ازاي عملت كده امبارح؟ وابدا وجه له هو اللوم بانك تكمل في التفاصيل. المهم ان انت هتكون مسكت طرف الخيط، فهتقدر تقعد توجه له كلام. هو مش هيركز هو عمل ايه، هو هيركز ان في تهمه متوجهه له، فهيدور ازاي يرد عليها او ازاي ان هو يدافع عن نفسه. ما تتكلمش عن تصرفاتك خالص، ما تشوفش انت عملت ايه وترد عليه، وجه له على طول التهمه.